ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب. شوفوا لي هالمنظر، شوفوا الله. من البداية الشغل صح بتعطيكي العجينة صح. طبعا مهم جدا احنا ننخل الطحين قبل الاستعمال، وقاعدة كتير مهمة يفضل استخدام السمن الحيواني. الله، الريحة لا تقاوم، هاي المعلومة لازم تسجليها على الدفتر. إذا عندكم سمن عربي كمان بيعطي طعمة أطيب بالتمر. ريحة البهارات مع السمنة مع التمر ريحة فوق الخيال. شايفين هالمنظر؟ منظر لحاله بيحكي، المنظر خرافي. لتنجح معك طريقة المقروطة بالسمسم وتتباهي قدام جيرانك ورفقاتك لازم تتابعي الفيديو للأخير. وهلا بالنسبة للمقادير لازم تكون بالعيارات 100% مشان تنجح معك الوصفة. هلا أنا هون رح احتاج كيلو من الطحين. نوع الطحين عندي إياه أنا هون قلاب. طبعا اللي عايش بالنمسا هون 480 قلاب. هذا الطحين ناعم، أو إذا أنت عايشة برا الاتحاد الأوروبي بإمكانك تستخدمي الطحين الزيرو أو الطحين الفاخر. بجماعة ألمانيا بيستخدموا ال 405. وهلا قبل ما أفضيه بالجاط لازم أنا أنخله. بسم الله. طبعا مهم جدا احنا ننخل الطحين قبل الاستعمال منشان يعطي كمان هشاشة للقرص الكعك او المعمول او اي نوع حلو احنا بنستخدمه. هلا بعد ما نخلناه احنا بدي انزل هون نص كاسة سكر ناعم. طبعا سكر هون سكر بودرة، كمان انتم بامكانك كمان تنخليه قبل الاستخدام مشان ما يطلع فيه تكتلات وتكون مزعجة بالاكل. عندي هون كمان نص كاسة من الحليب البودرة، معلقتين كبار من حبة البركة والسمسم المحمص، ومعلقة محلب. هاي المعلقة طبعا معلقة صغيرة من المحلب. وهلا هون إذا أنت ما عندك كمان حليب بودرة بإمكانك كمان تستغني عنه، وإذا بدك تحطي حليب سائل كمان بإمكانك. إذا ما بتحب الحليب أو ما عندك وما متوفر كمان بيمشي الحال. إحنا هون حطينا الحليب مشان إحنا يعزز النكهة والدسامة تبع الحبة. هلا بدنا نحركهم منيح. وقاعدة كتير مهمة، لكل كيلو طحين بنستخدم له احنا نص كيلو سمنة، ان كان بالكعك وان كان بالمعمول او المقروطة باي نوع حلو من الحلويات العربية. احنا بنحط للكيلو الطحين نص كيلو سمنة. وعندي هون نص كيلو سمنة. طبعا هون السمنة اللي عندي اياها سمن حيواني. بامكانك انت كمان تستخدم السمن النباتي، ولكن راح يعطيكي طعم سمن نباتي. يفضل استخدام السمن الحيواني. واذا ما متوفر عندك سمن الحيواني بامكانك تستخدمي زيت الزيتون. طبعا هون هي اصولها هاي الاكله كمقروطه الفلسطينيه اصولها بزيت الزيتون، ولكن هلا احنا مشان تعطيها طعم الادسم والهشاشه بالاكل احنا عم نستخدم السمنه. بامكانك تخلطي تلتين سمنه تلت زيت زيتون بيمشي الحال. بسم الله. طبعا هون السمنه بدها تكون سائله ولا ما بدها تكون سخنه. وهلا بدي ابس الطحين. بدي اخلي هلا الطحين كلاته يتشرب من السمن والنكهات كلاتها. هلا احنا بهذا الشكل نبسه شوي لياخذ كمية الطحين هالسمنة. الله يا جماعة، من البداية الشغل صح بتعطيكي العجينة صح. الريحة لا تقاوم. براحة الايد كل ما بسينا اكتر كل ما اخذنا نتيجة افضل. احنا بهذا الشكل وبنروح هيك. هلا بعد ما التمت معنا بننزلها هون وبنشتغلها. بسم الله. شايفين بهذا الشكل. طبعا كمان المطبخ او المكان اللي انت بدك تشتغلي فيه يكون يفضل بارد، ما له يكون سخن مشان ما تسيخ بزياده السمنه. طبعا هون علاجها اذا ساخت معك وايدك سخنه ما فيه شيء، بناخذها العجينه بنلمها مثل ما هي وبنحطها شي 10 دقائق بالبراد. ومثل ما قلت لكم كل ما بسيناها قبل الخميره والمي كل ما دعكناها كل ما اعطتنا نتيجه احلى واحلى. شايفين التمت ما احلاها مثل الحلاوه. هلا بدي ارجعها هون على الجاط وبعدين احطها بالبراد شغله 10 دقائق ربع ساعه وبنرد نشتغل بالخميره والمي تبعها. وهلا عبال ما تبرد معنا العجينه احنا هون نجهز للحشوه. انا هون استخدمت كيلو من التمر الاشقر مثل ما شايفين. طبعا هون عجينه التمر بامكانكم اذا ما عندكم عجينه التمر او اذا بتحبوا تجيبوا التمر العادي بتشيلوا النواه منه وبتستخدموه. هلا بدي افضيه هون بالجار.
وعندي هون انا معلقه كبيره من اليانسون والشمره المطحونه، بدي احطها مع التمر. بامكانكم انتم كمان تحطوها مع الطحين، هذا بترجع حسب الرغبه. في عالم بتحط هون كمان قرفه او هيل، فانا ما بفضل هون نحط لا القرفه ولا الهيل. بدي احط هون معلقه مثل ما شايفين هالصغيره، بس انه معلقه او معلقه كبيره بس ما تكون مليانه من السمنه. وهلا بدي اعجنهم. إذا عندكم سمن عربي كمان بيعطي طعمه أطيب بالتمر، هون بنستخدم، ولكن بنستخدم معلقة صغيرة. الله 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 الله، ريحة البهارات مع السمنة مع التمر ريحة فوق الخيال، شيء فاخر على الآخر على أول. طبعا إحنا ما لازم نكتر السمنة. ليش ما لازم نكتر سمنة؟ لأنه إحنا إذا كترنا سمنة بيتشقق معنا، إن كان قرص معمول أو أي نوع من أنواع حلو العيد بيتشقق معنا بالفرن، فإحنا ما لازم نكتر هون السمنة. هاي المعلومة لازم تسجليها على الدفتر. شايفين هيك صار تمام. إذا ما دبقت معك بالإيد وما لزقت فهيك صار تمام كفايتها السمنة. أما إذا لساتها عم بتدبق وتلزق بإيدك، تلزق يعني تاخذ أثر هون على الإيد، فبإمكانك تردي تحطي عليها شوية سمنة. هيك صارت معنا جاهزة العجينة. وهلا هيك بعد ما بردت معي العجينة، عندي هون خميرة. بدي أخذ معلقة صغيرة من الخميرة مع معلقة كبيرة من السكر، وبدي أملي الكوب مي فاترة، مو سخنة، مي فاترة، وبحركها منيح وبغطيها شي 5 دقايق لحتى ما تتفاعل معي الخميرة، وبرد بشتغل بالطحين. وهلا هون بعد ما تفاعلت عندي الخميرة بدي انزل انا هون شوي شوي بالتدريج. بدك هون تنتبهي بهاي المرحلة بالتدريج، احنا بدنا ننزل السوائل. هلا هون رح احكي كمان شوي على السوائل. احنا استخدمنا المي وحليب البودرة، بامكانك انت كمان تستخدمي بس حليب السائل اذا حابة يكون بس بالحليب، كمان تعطي طعم اطيب واطيب وادسم يعني. هون اذا استخدمت الحليب السائل بامكاننا احنا نستغني عن المي. وبالنسبة للمي قديش بتحتاج؟ هي بتحتاج من الكاسة للكاسة وربع، حسب كل واحد ونوع الطحين اللي عنده. وهلا بدنا نضلنا ندعك لحد ما تتشكل معنا العجينة كاملة. الريحة الطيبة من هلا طلعت، فما بالكم إذا حطيناها هلا بالفرن وسويناها. الله. وهون لسه بنحتاج شوية مي مثل ما قلت لكم من الكوب للكوب وربع. طبعا بدنا احنا ندعك مو بس لتصير عجينة، لتصير عجينة أول إشي، وبعدين للتشققات العجينة كلها عنا تروح. شايفين هون كيف متشقق؟ لسه هلا كل ما دعكنا احنا العجينة كل ما أعطتنا كمان جودة أكبر، على عكس المعمول. هلا بعد ما خلصت معنا دعك هيك خالصة معنا العجينة، بدنا احنا كيف بدنا نتأكد انه عجينتنا ممتازة؟ بناخذ شقفة وعلى الطاولة بنفردها هيك شوي، وبناخذ هيك بنتنيها، ما تشققت معنا كلها امورها تمام، فالعجينة ممتازة. هلا بدي اغطيها واحطها على جنب تقريبا 5 دقائق ل10 دقائق، بدي اريحها ونرجع نشتغل معكم. ولنيجي لحشوة التمر، انا هون جبت ورق الزبدة، بدي اخذ هاي الطابة بهذا الشكل، ورقة زبدة تانية فوق، وبدي امدها. طبعا بالنسبة للمد بدها تكون كتير رقيقة. شايفين هيك خلصت معنا بهذا الشكل. كل ما انتم رققتوا عجينة التمر كل ما اعطتنا كمان نتيجة اكثر. هلا بدي اسويهم كلاتهم بهذا الشكل وبنرجع لكم. وهلا بعد ما شكلناهم هيك، شايفين هيك سويناهم كلات العجينة الكيلو. هلا بحطهم على جنب وباخذ معي العجينة، باخذ هالتكويرة بفردها على الطاولة بسم الله، طبعا بدون طحين، بدون ما نرش طحين. إذا عجينتك مزبوطة 100% ما بدها طحين. بالنسبة للعجين هون إحنا بدنا إياه يكون كمان رقيق، ما بدنا إياه يكون تخين. ليه؟ لأنه فيه خميرة. بالنسبة للخميرة أنت كمان بإمكانك تستغني عنها. هلا هون جبنا إحنا قطعة التمر، بدنا ننزلها بهذا الشكل مسطرة. هلا بالنسبة للفرن أنا شغلته من تحت مع مروحة على حرارة 180. بإمكانكم أنتم كمان قبل الاستعمال تشغلوه نفس الحرارة. طبعا بالنسبة للوقت كل واحد هو فرنه. وهلا هون بدنا نقلبها بسم الله.
ندورها بهذا الشكل. بالنسبة لفيديو المقروطة الفلسطينية أنا كمان عامله من زمان، رح أحط لكم الرابط تبعه إما بتلاقوه باليمين أو على يسار الشاشة من فوق. وهلا بعد ما لفيناه انتم بإمكانكم تلفوه رول كامل، بس رح يطول معكم بالاستواء وينشف. يفضل إنه ناخذ النص ونسكر حرافه منيح. طبعا ما تخلوا انتم التمر على الصينية، تاخذوا من العجين ترفعوه لفوق هيك، وبنعمل له بهذا الشكل كلاته. هلا بتسكر ما تخافوا. هلا راح اخذهم على جنب، وكمان نفس الحركة هون. خلي الحز انا دايما من تحت. هلا راح نسويهم كلاتهم وبنرجع لكم. وهلا بعد ما خلصناهم بهذا الشكل مثل ما شايفين هالرولات، هلا بدي اجيب السمسم وبجيب هون عندي قطر، دهنة صغيرة من القطر منشان يلزق معي السمسم. بسم الله. وبعطيه هاي الشكل. طبعا انا هون بدي اخليها مثل ما هي العجينة. بامكانكم انتم اذا بتحبوها ما بتحبوها عالية، بامكانكم بهذا الشكل تساووها. هاي بترجع هواء الرغبة. نعطيها دهنة من القطر ورشة سمسم. طبعا هيك صارت خالصة معنا جاهزة. هلا بنيجي للتقطيع. بالنسبة للتقطيع بده يكون كتير بسرعة. شايفين كيف صارت معي؟ هلا بحطها كمان على صينية الخبز. راح نخلصهم ونرجع لكم. من هو النبي الذي قتل بالمنشار داخل الشجرة؟ لا تنسوا تجاوبوا عليه بالتعليقات إن كان بالفيسبوك أو اليوتيوب. ولا تنسوا كمان تشاركوا الفيديو لأصحابكم وأهليكم مشان يكون لهم فرصة بالربح. سلام. وهيك خلصوا معنا بهذا الشكل. شايفين؟ الله الله الله، المنظر لحاله حكاية. وهلا بعد ما جهزوا معنا بدي ادخلهم على حرارة 280 من تحت، وحطيت لها انا كمان المروحة تقريبا شي 10 دقايق لاشوف. بس يحمروا معنا من تحت بدي ارفعهم على الشواية لفوق وبنرجع لكم. الله 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 الله، ريحة مقروطة، ريحة بشكل عام ريحة العيد صارت. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب. شوفوا لي هالمنظر، شوفوا شوفوا. الله، هاي هي. شايفين هالمنظر؟ بسم الله بسم الله، منظر لحاله بيحكي. هلا رح نبردها ونرجع لكم كمان. وهيك خلصت معنا وصفة المقروطة بالسمسم لهذا اليوم. بتمنى انه تعجبكم وتنال رضاكم. واذا بتسووها انتم بغير طريقة اكتبوا لنا بالتعليقات كيف بتسووها. لا تنسونا من دعمكم باللايك والتعليق والشير للغير.